الطلاب الأعزاء عاملين إيه يا طلاب سنة 5 ابتدائي؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دائما وأبدا. جينا بقى يا حلوين النهاردة عشان نقدم لكم مفاجأة، وهي نماذج استرشادية لاختبار شهر فبراير عشان نبقى متجهزين للأول امتحان شهر. طيب هو الامتحان على كام درس؟ على درسين، وهم ايه؟ هم الدرس الاول والتاني فقط، دول مقرر شهر فبراير طبقا لتوزيعة السنة 2023. الاسئلة جاية من بنك الاسئلة بتاع الوزارة. طب يلا نشوف الاسئلة، يلا بينا نشوف الاسئلة ونحل مع بعض الاسئلة دي اللي باذن الله لن يخرج عنها الامتحان. السؤال الاول: اكمل الجمل التالية مما يناسبها من كلمات. رقم 1: تعد مصر من اوائل الدول التي اجرت ايه سكانيا؟ اجرت تعداد سكاني، يعني مصر من اقدم الدول عدت سكانها. 2: يقصد بالتركيب النوعي للسكان تقسيم فئات المجتمع الى ايه وايه؟ تقسيم ايه؟ نوعي، يبقى ذكور واناث. يعني لما اقسم السكان لنوع هيبقى ذكور وإناث. ده السؤال التاني. 3: يوجد نوعان من الهجرة، هما هجرة ايه وهجرة ايه؟ الهجرة نوعين، هجرة داخلية او هجرة تانية خارجية. داخلية جوه الدولة، الخارجية من دولة الى دولة تانية خالص. ماشي، ده السؤال رقم 3. طب السؤال رقم 4: فئة كبار السن في الهرم السكاني لمصر توجد في الجزء هو من الهرم. كبار السن الجزء الأعلى من الهرم، إنما تحت خالص في الهرم اللي هو الجزء الأسفل صغار السن. طيب 5: من المحافظات الجاذبة للسكان في مصر محافظة إيه وإيه؟ أكتر محافظين بيشدوا السكان هي القاهرة والإسكندرية، دول أكتر محافظتين في مصر فيهم كثافة مرتفعة وفيهم هما والجيزة كمان وبيجذبوا السكان. 6: تضيق قاعدة الهرم السكاني نتيجة انخفاض معدل. القاعدة دي لما ينخفض معدل المواليد، والقاعدة تزيد لما يزيد معدل المواليد. 7: تتمثل الزيادة الطبيعية للسكان في الفرق ما بين عدد ايه وايه؟ الزيادة الطبيعية هي الفرق ما بين عدد المواليد ناقص الوفيات، يبقى الفرق ما بين المواليد والوفيات هو تعريف الزيادة الطبيعية. طيب السؤال اللي بعد كده 8: ينقسم الهرم السكاني الى قسمين هما ايه وايه؟ الهرم السكاني لو قسمناه بالطول كده هنقسمه الى ايه؟ ذكور واناث، لو قسمناه كده بالطول. طيب السؤال اللي بعد كده 9: انتقال الافراد من مكان لاخر يسبب زيادة ايه السكانية؟ يسبب زيادة الكثافة السكانية. محدش يقول لي زيادة العدد السكاني، لان انتقال الافراد يعمل كثافة مش عدد، انما الهجرة الخارجية اللي هي تعمل عدد. طيب السؤال اللي بعد كده السؤال التاني. ماشي، ضع علامة صح او علامة خطأ امام الجمل التالية. طيب رقم 1: تعد مصر من احدث الدول في اجراء التعداد السكاني. مصر من الدول الحديثة؟ لا طبعا، مصر من اقدم الدول العالم تعدادا للسكان، وتعتبر من اولى الدول في افريقيا، يعني مش حديثة ولا حاجة. 2: تأتي مصر في المرتبة ال15 عالميا من حيث عدد السكان؟ لا برضو، مصر تحتل مرتبة اكتر من حيث عدد السكان. تم عمل تعداد سكاني في مصر عام 2017؟ طبعا مصر عملت تعداد سكاني سنة 2017. السؤال اللي بعد كده: تعد محافظة الاسكندرية من المحافظات الطاردة للسكان؟ لا طبعا، لسه قايلين من شوية القاهرة والجيزة والقاهرة ومحافظات المدن عموما هي محافظات جاذبة للسكان مش طاردة. طيب سؤال 5: تزداد الكثافة السكانية في مصر في محافظات الحدود الصحراوية؟ ايه ده؟ الحدود فيها كثافة عالية؟ لا طبعا، احنا قلنا محافظات الحدود الكثافة فيها مالها منخفضة، الكثافة منخفضة في محافظات الحدودية. طب 6: تعمل الدولة المصرية على جذب السكان
للسكن في المدن الجديدة؟ طبعا الدولة بتعمل كده عشان تحل مشكلة الكثافة السكانية، تشد السكان للمدن الفاضية، مش المدن اللي مالها، مش المدن الزحمة. 7. يزداد السكان بشكل طبيعي في حالة زيادة عدد مواليد عن عدد الوفيات؟ طبعا. 8. يتساوى توزيع السكان على أرض مصر، يعني الكثافة متساوية في كل منطقة في مصر؟ لا، خطأ. إنما الكثافة السكانية متباينة مش متساوية. اسمها ايه؟ متباينة. ماشي، ده 8. 9 بقى، تعد محافظة القاهرة والإسكندرية من المحافظات الطاردة للسكان؟ لا برضو، الإجابة هنا خطأ. القاهرة واسكندرية من المحافظات الجاذبة مش الطاردة. 9. 10. يتركز معظم السكان في مصر في محافظات الحدود الصحراوية؟ ايه ده؟ السكان يتركزوا في المحافظات الصحراوية؟ لا طبعا، السكان يتركزوا في المحافظات القاهرة اللي هي المحافظات الحضرية مش الصحراوية. 11. تضاعف عدد السكان 14 مرة ما بين عامي 1882 و 2017. تضاعف السكان 14 مرة. انما رقم 15 ده لما اجي اقول لك مصر مرتبة كام، مصر تضاعف سكانها كام؟ 14 مرة. طيب، انخفاض عدد المواليد في مصر بسبب تنظيم الأسرة؟ طبعا. ليه معدل المواليد قل؟ لأن الدولة بتهتم بحاجة اسمها تنظيم الأسرة. 13. تحتل مصر المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث عدد السكان؟ مصر في المرتبة الخامسة إفريقيا؟ لا، هي المرتبة الثالثة مش الخامسة من حيث عدد السكان في قارة أفريقيا، وفي المرتبة 14 عالمية. 14. تحتل مصر المرتبة الثالثة عالمية من حيث عدد السكان؟ لا، بنأكد المعلومة، هي المرتبة، قولوا تاني، الثالثة افريقيا وال14 عالميا. طيب، مجموعة تانية من الأسئلة، والسؤالين دول مهمين جدا، اللي هو سؤال الخرائط خصوصا الهرم السكاني. السؤال الثالث، اكتب ما تشير إليه الأرقام التالية. 1. يمثل رقم 1 فئة ايه؟ رقم 1 اللي هي قاعدة الهرم السكاني فئة صغار السن، ونلاحظ ان هذه الفئة مالها عدد سكانها ماله كبير، او هذه الفئة عريضة. طب 2. الفئة رقم هي الاكثر قدرة على العمل. طبعا الفئة رقم، قولوا معايا كده، الفئة رقم 2 هي الاكثر قدرة على العمل بسبب ايه بقى حلوين؟ بسبب ان هي فئة منتجة. الفئة رقم ايه هي تمثل كبار السن. الفئة رقم 3 هي التي تمثل كبار السن لانها قمة الهرم، ونبص فين نلاقي هذه الفئة صغيرة. الفئة رقم ايه هي الاكثر عددا. مين اللي عدده كبير في هذا الهرم السكاني؟ اللي عدده كبير هو معدل المواليد اللي هو الاولاد الصغيرين اللي هم رقم 1. 5. الفئة رقم هي الأقل عددا. الفئة رقم 3 لسه قايلينها على طول اللي هي كبار السن. طب ليه؟ لأنهم كبار سن فعددهم قليل. ده سؤال مهم جدا. السؤال اللي بعد كده خريطة برضو، اكتب ما تشير إليه الأرقام التالية. 1. المحافظة الأكثر كثافة سكانية هي رقم كم من الأربع أرقام؟ المحافظة الأكثر كثافة هي محافظة القاهرة. طب القاهرة رقم كام؟ القاهرة رقم 1 على الخريطة، ولازم نكون عارفهم، والسؤال ده مهم جدا. أنا هيجيلي حاجة من الاتنين دول، الخريطتين دول. المحافظة التي يقل بها السكان بسبب وعورة السطح هي المحافظة رقم 3. طب ليه؟ لأنها محافظة البحر الأحمر وفيها جبال، فبالتالي يقل السكان بسبب وعورة السطح. 3. المحافظة التي يندر بها السكان هي محافظة رقم 2 اللي هي محافظة الوادي الجديد، ولأنها محافظة صحراوية حدودية فبالتالي يندر وجود السكان بها. طيب، سؤال رقم 4. المحافظة الأكثر جذب للسكان هي المحافظة الأكثر جذب رقم 4 هي محافظة الإسكندرية، رقم 4 على الخريطة. اعتقد ان سؤالين الخريطة مفهومش حاجة صعبة، اسئلة متنوعة، ودي برضو بتعتمد على فهمك للمنهج. السؤال الخامس، اجب عن الاسئلة التالية. 1.
ما مقترحاتك لحل مشكلة الكثافة السكانية؟ نقول ايه عشان نحل مشكلة الكثافة السكانية؟ في حلول كتير، زي مثلا انشاء المدن الجديدة في الصحراء عشان السكان يمشوا من المدن الزحمة يروحوا هذه المدن الفاضية، فانا حليت مشكلة الكثافة. او المدن اللي الناس بتمشي منها اوفر فيها الخدمات زي التعليم والصحة، فبالتالي الناس مش هتمشي منها، فبالتالي يبقى انا حليت مشكلة الكثافة السكانية. سؤال رقم 2، في رأيك كيف تؤثر الكثافة السكانية على حياة المواطنين؟ الكثافة العالية في بعض المناطق تأثر علينا؟ طبعا تؤثر علينا. ازاي بقى؟ الكثافة السكانية بتعمل حاجة اسمها الضغط على الخدمات، يعني المحافظة اللي فيها خدمات بيبقى عليها ضغط، فبالتالي الخدمات هتبقى وحشة فالناس هتمشي منها. طيب وكده حصلت المشكلة، طب احلها ازاي؟ اللي هو السؤال اللي قبليه على طول. 3، محافظتك من اي انواع المحافظات كثافة ولماذا؟ طبعا ده سؤال يتوقف عن انك تبص في الخريطة بتاعة التوزيع وتقول سبب. طب انا محافظتي من المحافظات المزدحمة بالسكان. طب ليه؟ بسبب توافر فيها المياه العذبة واستواء السطح، فبالتالي الكثافة فيها مالها مرتفعة. 4، اذكر جهود الدولة لحماية فئة صغار السن. طبعا الدولة عملت شوية قوانين وتشريعات، زي مثلا تمنع عمالة الأطفال، سن القوانين والتشريعات التي تمنع عمل الأطفال، وكمان الدولة بتهتم ان هي توفر لهم التعليم والرعاية الصحية، فبالتالي ده دور الدولة لحماية الأطفال اللي هيؤثر على بعد كده انخفاض معدل الأطفال. طيب السؤال اللي بعد كده، صف الهرم السكاني لمصر. الهرم السكاني بتاع مصر القاعدة بتاعته قاعدة كبيرة، وده يدل على كثرة العدد. وسط الهرم هي الفئة الوسطى، وهي الفئة المنتجة، وهي الفئة التي لديها القدرة على العمل. ده الفئة ايه؟ الفئة الوسطى. طيب قمة الهرم بقى عند الهرم السكاني المصري، قمة الهرم في كبار السن وهم غير قادرين على العمل ونسبتهم قليلة. يبقى الهرم بتاعنا الهرم السكاني هرم شبه الهرم بالظبط، القاعدة كبيرة، الفئة اللي في النص وسطى، اللي فوق قليلة، شبه الهرم بالظبط. عكس كده يبقى مش هرم مصر، يبقى الهرم السكاني شبه الهرم بتاعنا. ماشي. 6، ما انسب شكل للهرم السكاني، يعني ممكن يكون الهرم السكاني انه فئة او انه شكل يدل ان هو كويس. لما تكون القاعدة ليست متسعة، يعني قاعدة الهرم مش كبيرة زي مصر، عشان ده هيحمل الدولة تكاليف كبيرة جدا. والفئة الوسطى هي اللي كبيرة، يعني قاعدة الهرم مش كبيرة، انما الكبير فين؟ في الفئة اللي في النص. وقمة الهرم ما تبقاش قليلة، لان قلتها يدل ان مفيش رعاية صحية. قمة الهرم كبيرة، ده يدل ان فيه رعاية صحية. يبقى الهرم بتاع السكان بتاع مصر هرم كامل، انما ايه الانسب؟ ان الفئة اللي في النص تكون مالها يا حلوين كبير. وبكده نكون وصلنا لنهاية تدريبات شهر فبراير. كون مطمن وانت داخل الامتحان طول ما انت بتذاكر مع مستر بشوي فؤاد. دائما وابدا اولياء الامور واولادنا الاعزاء بخير وسلام. يلا اللي ما شافش شرح الدرسين هنسيبهم لكم في الوصف. الى اللقاء، اشوفكم في شروحات جديدة. الى اللقاء حبايبي الحلوين، سلام.